من بعد شويه. مواهب شابه من وصول تونسيه تنجم تكون نهار اخر مهمه وموجوده في المنتخب الوطني. فورم سبور. فورم سبور. لو سكاوت. باهي لو سكاوت اليوم زوز ملاعبيه كيما العاده بالتعاون مع لي تالون تونيزيان ال تي تي. تشوفوا في اللوجو نتاعهم موجود على صفحتنا بالتعاون بالاشتراك معاهم. نحييهم مره اخرى على العمل الكبير قاعدين يخدموا فيه. زوز ملاعبيه الاكتشاف الاول هو ادم عياري من مواليد 30 مارس 2008 اصيل تونس العاصمه، يلعب في البي اس جي اقل من 17 سنه، سور كلاسي. هو زاد يلعب في المنتخب الفرنسي اللي اقل من 16 سنه. يتميز ادم العياري بفنياته العاليه ونجاعته قدام الكاج. الصيف هذه جدد عقده في مركز تكوين الشبان للبي اس جي حتى 2026. دام دعوته 3 مرات مع منتخب فرنسا لاقل من 15 سنه الموسم اللي تعدى، وتحت 16 سنه الموسم هذا. المشكل هنا اللي احنا ما عندناش منتخب 2008، هذاك علاش ما نجمناش نستدعوا المنتخب نتاع 2008 في تونس في اطار التكوين. ان شاء الله اللي يكون فيدرال التعاون، وان شاء الله نلقاوه تري بيانتو موجود في تونس. هذا الملاعبي الاول حيدر. الملاعب الثاني هو متوسط الميدان الصاعدي نادي لوزان سبور الناشط في دوري الدرجه الاولى سويسري لاقل من 21 سنه. يلعب متوسط الميدان كما قلنا. هو محسن عبد الجواد مولود في فيفري 2005 في لوزان في سويسرا، اصيل منطقه الكاف. متواجد حاليا في تربص مع المنتخب السويسري لاقل من 19 سنه في اسبانيا. لعب مباريات وديه من قدام هولندا، الدنمارك، فرنسا. سبق له زاد المشاركه مع الفريق الاول لناديه لوزان سبور في فتره الاعداد الموسم الماضي. ملاعب هذايا عنده ساقي صار حسب اخواننا واصدقائنا في لي تالون تونيزيان اللي شافوه. من الكاف قلت لي عنده ساقي صار ما فهمناش. عنده ساقي صار ما فهماش. بلادي من توا. عنده زاد رؤيه شامله للميدان. زاد يظهر بوان كومان هذا ولياقه بدنيه عاليه مميزه. يحقق اللعب في عديد المراكز في وسط الميدان. خرج من الاكاديمي نتاع اف سي لوزان ودرج في الفئات السنيه. والموسم هذا يلعب في اليو 21. احصائيات الموسم اللي تعدى 30 ماتش سجل خلالهم 5 اهداف وعمل 5 اسيست. بالنسبه لمتوسط الميدان حاجه باهيه برشا. الموسم هذا بدا موسم باهي، سجل 4 اهداف وعمل 3 اسيست في 8 ماتشات. وذاك علاش نشوفوه في المنتخب السويسري. حكاوا معاه اخواننا واشقائنا في لي تالون تونيزيان اكثر من مره، وقال اللي هو متشبث بجذوره التونسيه ويحب يجي يلعب مع المنتخب الوطني التونسي. قداش تفرح كي تسمع معناها تونسي تولد ويعيش لبرا ويقرا لبرا والفريكونتاسيون نتاعو الكل لبرا، لكن يبدا متعلق بتونس ويحب تونس ويحب تراب تونس وحلمته انه يلبس الماريول نتاع تونس. ان شاء الله بالتوفيق ليهم نراوهم نهار اخر موجودين ويمثلوا تونس. احنا كملنا هكا مع فورم سبور. يعطيكم الصحه الاولاد.